مبسوطة جدا، ويعني هي كانت صعبة شوية ان احنا نعمل بكتابنا قبل رمضان بكام يوم بس. حملت اللي مفيش جبل يستحمله. الإشاعة بقت حقيقة بعد سيل من الإشاعات في الفترة اللي فاتت عن طلاق جوري بكر من جوزها. وقتها طلعت ونفت الخبر، إلا إن الخبر اتحول لحقيقة وتم الانفصال رسمي بينها وبين جوزها، وهي اللي نشرت الخبر بنفسها على حسابها الرسمي، ونشرت ستوري كمان ووضحت فيه أسباب الانفصال. ولكن قبل ما أقول لكم إيه هي الأسباب اللي ذكرتها جوري، خليني أقول لكم إن في شبه كبير بينها وبين الفنانة الراحلة ماري منيب. وجوري بكر ردت وقالت عن حقيقة قرابتهم ببعض وإنها حفيدتها ولا لأ. المهم من وقت حمل جوري بكر ونشرت إنه تم الانفصال بينها وبين جوزها، طلعت الإعلامية بسمة وهبة وقالت لها طلاقك باطل يا جوري، انتي حامل وما ينفعش تطلقي. وبعدها ظهرت جوري بكر مرة تانية ونشرت على حسابها الرسمي ان في حد سرق الاكونت الخاص بيها وهو اللي نشر، وبعدها استردت الحساب من تاني. ولكن اتكرر نفس الموضوع النهاردة، ولكن المرة دي تم الطلاق بالفعل وهي اللي نشرت بنفسها. تعالوا نشوف نشرت ايه جوري بكر على حسابها الرسمي. كتبت وقالت ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعلمون بصير، تم الانفصال بيني وبين زوجي وربنا يوفق الجميع. واضافت جوري بكر الحمد لله صبرت كتير واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله. اما عن قرابتها من الفنانه ماري منيب، بعد انتشار اخبار عديده انها حفيده الفنانه ماري منيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اوضحت الفنانه جوري بكر انها بتحب الفنانه ماري منيب جدا، ولكن للاسف هي مش حفيدتها، وان الجمهور ربط بينهم بسبب تشابه حركات وداد وطريقتها في مسلسل جعفر العمدة مع حركات وطريقه ماري منيب بعض الشيء.